السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي، ويلقاكم في صحه جيده ورمضان كريم يا ربي. ما يخرج هذا رمضان ان شاء الله الا ويحقق لكم ربي كاع امانيكم، كاع داكشي اللي كتمنوا في حياتكم، كاع داكشي اللي كدعيو به. الله يتقبل منكم القيام والصيام والدعوات يا ربي. كلشي عند الله قريب البنات، حتى شي حاجه ما بعيده عند الله سبحانه وتعالى. خص غير النيه تكون صافيه ويكون القلب صافي وبيض، والله ما يخيبك سيدي ربي. المهم هنا غنشارك معكم البسطيله ولا الهنيم ديال البريوات والهنيم ديال الدجاج. شوف، طريقه بسيطه جدا بزاف، والمكونات بسيط بزاف، ولكن المذاق راه لا يقاوم البنات. المهم هنا درت بصله، درت جوج بصلات ولا ثلاثه ما عقلتش، المهم ثلاثه البصلات مشلضين في الهشوار. هاد الفلفله درتها حتى هي عندي في الثلاجه مكونجليه. في تحضيرات رمضان كنت صايبتها ودرتها في الفريكو، راه كتجي زوينه. درتها حتى هي، ودرت شويه القزبور، شويه الثومه وصافي. وغادي ندير معكم العطريه فيها الملح، فيها البزار، فيها الكمون، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال العطريه ديال الدجاج الشاورما وصافي. وشويه الحرقوم، وواحد ضامه ديال الزعفران، وواحد شويه ديال الحامض مصير مقطع حتى هو. راه كيبان لكم تما راه مقطوع، قطعته. وشويه ديال عصير الحامضه، نص حامضه وصافي. كتخلطي كلشي وكديري في وزيت العود. انا كلشي خدمته بزيت العود، راه عندي الفيديو الاول حطيته لكم ديال البريوات ديال الكفته والخضر. ديجا حطيته في اليوتيوب، حتى هو خدمته بزيت العود، يعني كلشي كنخدمو بزيت العود ياك. صافي ديري داك المقلب فوق النار حتى كتنزل ديك البصله وديك الفلفله، وكتحسي بها صافي طابت نص طيبه. صافي عاد كتلوحي داك الدجاج. انا لحت الكفته ديال الدجاج. صراحه غير صدر ديال الدجاج كانوا عندي في الدار وانا طحنتهم. كيما قلت لكم البنات، انا عندي غير صدوره ديال الدجاج في الفريكو، صافي خديتهم تطلقوا شويه وصافي طحنتهم في الهاشوار. درت دابا في الاخر درت شويه ديال الزيتون مقطع دوائر صافي. البنات كنحط الحشوه ديالي باش تبرد، عاد كنضيف ليها الشعريه الصينيه اللي درناها في الماء غالي، المهم حتى طابت شويه، راه هي دغيا كطيب. كنقطعوها وكنديروها مع داك الحشوه هذيك، وكنخليوهم يبردوا على جنب. ضروري تبرد الحشوه، هي الحشوه غتعمري بها البريوات ديالك خصها تبرد قبل ما تعمري بها البريوات ديالك باش ما تقطعلكش الورقه. ايوا هنا خديت واحد شي بطاطات هكا، سلقتهم البنات، غسلتهم هو الاول مزيان، سلقتهم حيت ليهم القشور. هذه الحشوه الثانيه ديال البطاطا والفرماج. غنعمروا بها الورقات البسطيله ديالنا حتى هي كتجي زوينه وروعه الصراحه ولذيذه. المهم كتقشري البطاطا ديالك، كدوزيها في الهاشوار، كدوزيها في الهاشوار حتى كطحنيها مزيان مع القزبور مع العطريه مع الفرماج مع، المهم انتم تشوفوا معايا كلشي الطريقه كيفاش، و هانتوما معايا. صافي البنات، هنا راني درت شويه القزبور قطعته، شويه الثومه كوكا، شويه ديال بودره البصله، شويه الكمون، شويه الابزار. صافي غنطحن كلشي وشويه زيت العود، غنطحن كلشي مزيان وهانتوما معايا. ها هي البنات كي كتولي بعد ما طحنتها. صافي البنات، هنا درت الحشوه ديالي باش تبرد، خصها تبرد ضروري. عاد ندير ليها الشعريه الصينيه وصافي. المهم الحشوات كاملين خصهم يبردوا، عاد تعمروا بهم الورقات البسطيله ديالكم. بالنسبه لهنا هذيك البطاطا غنزيد ليها شويه ديال الزعتر، نسيت ما درتوش، انت اختياري، بغيتي ديري الزعتر ما بغيتيش. المهم انا بغيت ندير الزعتر، غندير شويه. وغندير هذا صوص فخوماج. ها هي زوينه بزاف البنات، شفتوا هذه واعره 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 واعره، كنصحكم بها. غندير شويه
غير شويه صافي. وغنخلط، غندير الزعتر حتى هو وغنخلط. صافي البنات، بعد ما عمرت البريوات ديالي وليني، المهم شوف البنات راه انا كنت صحاب لي واش كنصور ساعه الفيديو ما كنتش كنصور، صحاب لي واش كنصور للاسف. هادشي اللي عطا الله. كنت بغيت نوريكم الطريقه كيفاش عمرتهم، ولكن للاسف ما صحاب لي واش الفيديو كيتصور، ولكن لقيت في الاخر راه ما كان لا فيديو لا والو. المهم ما كتبش، المهم راكم عارفين الطريقه كيفاش كديروا البريوات ديالكم وكيفاش كتعمروا لينيم وداكشي، راك عارفين الطريقه. وصافي هنا عمرت داكشي بالدجاج وعمرت بديك البطاطا، وكاينين وحدين اخرين راه وريتكم غير شويه. صافي. وكتدخليهم للفريكو، كتدخليهم للفريكو حتى كيقصاحوا شويه، كتستفيهم شي بواطه وكتدخليهم عاوتاني للفريكو. غير الا دخلتيهم في البواطه كيتعوجوا، خصك تستفيهم في واحد البلاطو ديريهم في الفريكو حتى كيقصاحوا. عاد كتحطي كتستفيهم في بواطه وكتحطيهم في الفريكو. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتستافدوا منه. صراحه راه كيجيو روعه 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 وزوينين، وما تديوش على الشكل. المهم شوفوا المحتوى، الشكل راه هادشي اللي عطا الله اختي، هادشي اللي كنعرفوا ليه. ايوا كاين اللي غديرهم احسن من هكا في الشكل، كاين كل وحده وكيفاش. انا هادشي اللي عرفت ليه راه درتو، ولكن جاو بنان خطيرين في المذاق البنات. المهم نتمنى منكم ديروا لي لايك وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينه، وشجعوا اختكم. الله يعطيكم الخير البنات، الله يعطيكم داكشي اللي بغيتو في خاطركم واللي كتمنوا في خاطركم. ربي يرزقكم واللي الله يهدي لكم ولادكم ويخلي لكم وليديكم واي وحده داكشي اللي كتمنى في خاطرها يا ربي تعطيها ليه، يا ربي تعطيها ليها يا ربي في هاد العواشر هادو. فما تنساونيش من الدعم ديالكم، محتاجه ليه بزاف بزاف. راه ما تنساوش حتى انا والله الا كندير هاد الفيديوهات كندير داكشي اللي كاين، خصني نصور داكشي اللي كاين غير باش زعما نحط الفيديو. اي والله دير تاويت الخير وكل وحده الله يسهل عليها. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وعواشركم مبروكه الى فيديو قادم ان شاء الله.